بسم الله الرحمن الرحيم. تم عقد جلسة يومنا هذا السبت الموافق 5/12/2020 أمام الشعبة الثالثة محكمة استئناف الأمانة برئاسة القاضي الجليل عبد الله عبد الستار الشميري وعضوية كل القاضي عبد الجبار عطا والقاضي أنور المقطري وعضوية عضو نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي جمال درهم، وبحضور المتهمين من محبسهم المستأنفين، وكذلك حضور أولياء الدم مع وكيلهم الأستاذ وحيد ومحامي أولياء الدم أخوكم في الله الأستاذ يحيى الحمري، الأستاذ خالد المطري، الأستاذ حسين المهدي، الأستاذ عبد الوهاب العنسي، الأستاذ علي المليكي، وحضور جمع من أهل أولياء الدم من الأقارب، وبحضور أقارب المستأنفين. تنفيذا لقرار المحكمة السابق وهو استعراض ما تبقى من فيديو مسرح الجريمة، تم استعراض الفيديو كاملا دون بتر أو قص، واستمعت المحكمة إلى إفادات كل من محامي أولياء الدم ومحامي المستأنفين لما تم عرضه، كما تقدموا بطلبات تكرار لما سبق من الطلبات التي قد تقدموا بها، ومنها إعادة تشريح الجثة، طلب احتياطي بإحضار فيديوهات مستشفى الطوارئ لمستشفى يونيماكس، وقدم محامي المتهم السادس طلب بالحكم بالبراءة لموكله واستعراض الفيديو بالنسبة للمتهم السادس. وبعد أن قامت المحكمة باستراحة لمدة ما يقارب ربع ساعة و20 دقيقة تم استئناف مشاهدة ذلك الفيديو، وبعدها قررت المحكمة الاستماع إلى ما تبقى من طلبات للمتهمين للمستأنفين وما لديهم. كان معظم طلباتهم هو إحقاق الحق وتنفيذ العدالة، وهو مطلبنا جميعا، وعليه قررت المحكمة أولا حجز القضية للاطلاع وتقرير ما يلزم مع تأجيل الفصل في الطلبات المقدمة من المستأنفين. ثانيا تأجيل إلى يوم السبت القادم، وهي الجلسة القادمة التي ستكون حاسمة بإذن الله. أحد الشيء عقب الشباب؟ أحد الشيء عقب يا شباب؟ ملخص ولكم جزيل الشكر.